وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تحت الميكروسكوب. النهاردة حلقتنا مميزة. النهاردة بنحتفل بمرور سنة على قناة نهر العاصمة، وفي احتفال نهر العاصمة كان لنا لقاء مع الفنان الجميل مصطفى الدمرداش. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بقناه نهر العاصمه، ومبروك عليكم، وان شاء الله تقدموا لنا جديد في القادم. حضرتك نورتنا وشرفتنا، ونتمنى دايما تكون معانا دايما. ربنا يخليك، وانتم كلكم يا حبايبي وزملائي. والاستاذ سامي النجار طبعا راجل يعني صديقي وعشره معايا، ويعني انا بقول له يا استاذ سامي، يعني انا واثق ان انت راجل طموح ونشط، وعندك يعني امل كبير قوي انك تعمل الجديد يعني. ربنا يوفقكم. بس انا بطلب من القناه، اللي انت عارف ان احنا عندنا حوالي 600 قناه فضائيه وكلهم متشابهين، عاوزين بقى قناه نهر العاصمه تفكر في الجديد وتقدم الجديد بما يخدم يعني المجتمع المدني، ويخدم النواحي التعليميه بقى والثقافيه والعلميه والتربويه والرياضيه والسياحيه، بس يكون بشكل جديد شويه، ونلقي ضوء على الانجازات اللي بتعملها الحكومه واللي بيعملها الرئيس السيسي. في 1200 مشروع بيتعملوا، وللاسف الاعلام ما بيلقيش الضوء الكافي عليهم، ولذلك بيبقى في حاله من الناس زعلانه شويه او متذمره شويه. نقول لهم لا، بيتعمل 1200 مشروع ليكوا ولابنائكم ولاحفادكم، فلازم القناه تهتم جدا بالقاء الضوء على كل هذه المشاريع العظيمه اللي بتنجزها الحكومه، وربنا يا رب يوفق ان شاء الله. فنان مصطفى، حضرتك عارف ان احنا في حاله طفره، البلد في حاله طفره جديده ان شاء الله بالمشاريع الجديده زي ما حضرتك قلت اللي بيقودها الرئيس السيسي. طيب دور الفن في ايه في حال البلد؟ عايزين ايه رايك في دور الفن؟ شوف، هو دور الفن طبعا دور كبير جدا. دور الفن ده دور تنويري وتربوي وتعليمي واجتماعي وثقافي وكل حاجه. بس هو الدراما بعافيه الفتره دي بقى لنا كام سنه، يبدو ان لسه يعني جهات الانتاج التابعه للحكومه يعني محتاجه دعم دلوقتي، واحنا بنقول سحب شويه يعني الوضع اللي البلد فيه. هتلاقي نتيجه ماديه الانتاج الاعلامي وقفت على رجليها اكتر التلفزيون دي علشان نعبر المحنه اللي بيقول عليها الاقتصاديه، والفن هيقوم بدور يعني من اعظم الادوار كما متعودين عليها. الفن كان ليه دور في فترة الثورة، وكان ألقى الضوء على الأزمة اللي مرت بها مصر الفترة اللي فاتت. احنا بقى بنعمل ان الفن يدينا بعد كده النظرة المستقبلية المبهرة اللي الواحد يحس فعلا ان شاء الله ان القادم احسن. شوفي، هو الفن طول عمره يعني ما شرطش انه يدينا نظرة مستقبلية، لا، الفن بيلقي النظرة يعني الواقع وما قبل الواقع وما بعد الواقع. وان شاء الله احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا زي اي حد يعني يقع بيحاول انه يقف على رجليه من تاني. احنا وقعنا بقالنا 6 سنين ما فيش دراما الا بعض الشركات الخاصه البسيطه يعني، او الاعمال القليله. انما بقول لك عندما تتعافى شركات الانتاج، ثقي ان الفن له دور كبير جدا جدا في خدمه المجتمع، والدول دائما بترقى برقي الفن، والحضاره بتبقى دور حضاريه بحضاره الفن. فان شاء الله احنا يعني ربنا يوفقنا ونقدم كل ما هو جديد وكل ما هو في خدمه المجتمع من ناحيه الفن بالنسبه لنا احنا يعني. فنان مصطفى، ليك حضرتك طبعا تاريخ طويل من في الفن، فاحنا عايزين نعرف هل في حاجه جديده، في ادوار جديده ليك؟ انا بيذاع لي دلوقتي مسلسل 7 بنات على قناه، اقول له اسم القناه عادي، على قناه النهار، بيذاع يعني 4 مرات في اليوم، اخراج الاستاذ المخرج الكبير محمد النقلي وتاليف الاستاذ احمد فهمي، ومعايا بطوله الفنانه علا غانم والفنانه ايمان العاصي والفنان احمد الدمرداش ومحمد الشقنقيري ومجموعه جميله جدا 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 يعني. انا بحضر عمل، ما اعرفش قلت قبل كده، عمل اخراج للموسم الصيفي الجديد، مسرحيه كوميديه اجتماعيه سياسيه غنائيه استعراضيه. بحضر كليبين، اخراج كليبين من الفولكلور الشعبي. بدي دورات في الاعلام، اعداد مذيع، مقدم، مراسل، معد. بدي دورات في الاخراج التلفزيوني،
بدي دورات في التمثيل والاخراج المسرحي. يعني بحاول يعني بقدر الامكان طالما الفن لسه يعني الدراما واقفه شويه، فبنحاول بشتى الطرق ان احنا يعني نملا وقت فراغنا وفي نفس الوقت نفيد المجتمع. يعني حضرتك بتقول ان الجديد بالنسبه لك حاجه استعراضيه، مش فعلا احنا مفتقدين الحاجات الاستعراضيه، الحاجات بتاعت زمان دلوقتي مش موجوده. يعني انا جميع اعمالي او 80% من اعمالي كوميديا اجتماعيه استعراضيه غنائيه. ده شيء مهم جدا. احنا افتقدنا الاستعراض والفن الاستعراضي بفقداننا، ربنا يديله الصحه والعافيه وطول العمر، الفنان العظيم محمود رضا. فرطوا فيه كده بلا اي حاجه يعني. فان شاء الله نتعافى وان شاء الله الفن هيرجع والاستعراض هيرجع والغناء الراقي هينفع، وهنقضي على تلوث السمع بتاعنا من الاغاني الهايفه اللي احنا بنشوفها. واحنا عندنا طاقات عظيمه جدا وطاقات غنائيه من اروع ما يمكن، دي كلها كامنه، فاحنا عاوزين نطلعها من الصوامع بتاعتها وتاخد حقها ونقدمها. والمواهب الشبابيه كمان، حضرتك مواهب شبابيه، في مواهب شبابيه كتير. انا كل قصدي على المواهب الشبابيه، انا مش بتكلم على العواجيز. العواجيز اللي زينا بقى خلاص شكرا ندي خبرتنا، انما المواهب الشبابيه يعني عندك ماليه محافظات مصر. يعني انا بحضر مؤتمرات في اسوان وفي المنصوره وفي المنيا وبسمع لاصوات من اروع ما يمكن، من اروع ما يمكن، سواء فتيات او شبان، اصوات عظيمه جدا. وانا بصدد على فكره تكوين فرقه غنائيه انا مسميها خماسي دمرداشي. هم 5 مطربين طبعا بيتنقوا يعني بروفيشنال، وفي نفس الوقت بقدم خلالهم اصوات شبابيه صغيره. في نهاية لقائنا بنشكر الفنان الجميل الكبير مصطفى دمرداش. شكرا لك يا فندم. بشكر حضرتك وبشكر قناة نهر العاصمة اللي هي يعني بعتت لي الدعوة دي، وإن شاء الله نبدأ حفلة جميلة إن شاء الله وربنا يوفقكم. شكرا يا فندم. شكرا. أعزائي المشاهدين، معانا لقاء تاني من حفلة قناة نهر العاصمة. معانا الإعلامي محسن المنسي شبيه السادات. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بك يا هاني. نورتنا وشرفتنا في الحفلة. ربنا يخليك، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما إن شاء الله الديار عامرة بالأفراح والنجاح إن شاء الله لمصر ولقناة نهر العاصمة. طيب حضرتك ممكن تعرفنا أكتر بالإعلامي محسن المنسي؟ محسن المنسي إعلامي مواطن بسيط من محافظة الغربية، من قرية سيبرباي، قرية الشهيد عبد المنعم رياض، وهذا شرف عظيم لي يعني. والله أنا في ثورة 2011 لما نزلت التحرير والولاد شافوني قالوا شكرا شكرا للإخوان، السادات ظهر في الميدان. وكان أنا اتفاجئت إن الأولاد الشباب اكتشفوا هذا القيمة والعظمة، صورة الرئيس السادات الله يرحمه. الأستاذ المحترم يعني هل ما كانش عندك من البداية من الأول خالص، ما حدش قال لك قبل كده إنك شبيه السادات؟ لا، أنا وأنا صغير كنت شبيه لمحمد منير، ولما كبرت شوية كنت شبيه لأحمد زكي، والحمد لله النهاردة يعني كل الناس بتلقبني بالمرحوم أنور السادات. يعني حضرتك شبيه العظماء كلهم. وأنا سعيد جدا لأن أنا شبيه لرجل حمل روحه على كفه وكفنه على كتفه في 6 أكتوبر 1973 العاشر من رمضان، وعبر قناة السويس الصعب واقتحم الصعاب مع أولاده من أبناء القوات المسلحة من أجل مصر ومن أجل كرامة الأمة العربية في 6 أكتوبر 73.
طيب حضرتك انا شايفه انك مش شبه الرئيس السادات، بس حضرتك حتى متقمص شخصيته. يعني انا لما بتكلم معاك صوتك وحركاتك كلها بحس ان انا قاعده مع رئيس السادات فعلا. والله دي طبيعتي والحمد لله. الناس يعني بيعشقوا حاجه اسمها السادات. ان الشباب بتجري جنب التاكسي وهو ماشي عشان يتصوروا معايا، بيجروا عشان التاكسي يقف في الاشاره ويتصوروا معايا. الشباب اللي ما شافوش السادات ده يعني اقول لك ايه، الله يرحمه، زعيم الانسانيه. وده اسم المسلسل ان شاء الله اللي هتشوفوه في رمضان، بيتكلم عن الجوانب الانسانيه في حياه الرئيس محمد انور السادات بطل الحرب والسلام. طب هل ما جاتلكش ادوار انك تجسد شخصيه الرئيس انور السادات بحيث انك شبيهه؟ الحمد لله. انا في اعلان اتصالات مصريه جابوني شبيه للرئيس السادات وانا في غرفه العمليات. وايضا تم توقيع اتفاق مع المخرج شريف عرفه ان انا امثل في فيلم الكنز مع الفنان محمد رمضان وهند صبري في الوقت الحالي. كان الفيلم ده ان شاء الله كان هيتصور فيه احمد السقا، وانسحب احمد السقا وجابوا محمد سعد مكانه، وان شاء الله تشوفوه قريب جدا. يعني اسمه الكنز يعني. طب شيء جميل. يعني حضرتك يعني احيانا بيبقى الشبه بيفتح مجال برضو للفن وللتمثيل، فاكيد حضرتك يعني مفتخر ان حضرتك شبه الرئيس انور السادات. الحمد لله، هذا من فضل ربي علي ومن دعاء والدتي الله يرحمها، كانت بتقول لي روح ربنا يحبب فيك خلق. واكيد طبعا اكيد انت محب للشخصيه العظيمه انور السادات. النهارده بنحتفل مع اولادي في قناه نهر العاصمه، نجم جديد بيلمع في سماء مصر. بنقول لهم ربنا يعينكم ويعينكم. والاستاذ سامي النجار الاعلامي الجميل بقول له خلي الوطن نصب عينيه، والكاميرا والبندقية والقلم فهوة واحدة. كلنا بنحارب. الجندي على الجبهة بيحارب العدو، وأنت بتحارب الفساد بالكاميرا والقلم. أكيد طبعا. طيب حضرتك رأيك إيه في الأوضاع اللي فيها مصر دلوقتي؟ يعني هل عندك نظرة مستقبلية؟ هل مصر بكرة أفضل؟ شايف إنها بتبدأ تمشي خطوات مستقيمة إلى الأفضل؟ والله أنا بقول اليوم أفضل من أمس، وغدا أفضل من اليوم إن شاء الله. وبنقول أبدا لن تسقط مصر إن شاء الله. عظيم أنت أيها الشعب المصري، وطول عمرك في الشدة عظيم، وعمرك ما ترضى تعيش أبدا على الذل والضيم، وليك تاريخ مليان روعة منذ عهد قديم، وكام قابلت ظروف صعبة والحمد لله تعدي سليم. حاولوا الإخوان ويا الأطراف ويا القطريين يدنسوا ريثك في الطين، لقوك يا شعب مصر صامد وقصور وعلى الظلم تدوس، والظلم مهما يعيش فترة بيعود متعوس. وانت العظيم رغم انوبهم وفي المجد قاموس. بسم الله ما شاء الله الله أكبر، ريتك مرفوعة بالمجد الفوق، ولا كانش صوتك أبدا بالخوف مخنوق. ومهما طال الظلام كان 30 يونيو الشروق، والنصر جالك على ايد السيسي على حب وشوق. والله يا مصر أنا كل ما أقرأ كتابك ألا أستره منورة، ولاقيك يا مصر يا بنت العروبة والإسلام متزوقة بالنور، وعلى كل ظالم تعود منصور يا جيش مصر الجسور. شكرا، أنا بشكرك جدا الأستاذ محسن المنسي. أرضا وجيشا وشعبا وسماء ورئيسا. وبنقول المجد والخلود لشهداؤنا الأبرار، والخزي والعار لعدونا الغدار. أبدا لن تسقط مصر إن شاء الله، أبدا لن تسقط مصر. وبنشكر الإعلامي محسن المنسي، وألف مبروك على التكريم يا فندم. مبروك، ألف مبروك، وشكرا لقناة العاصمة من أقل عامل فيها إلى رئيس مجلس إدارتها، ولكم مني كل التحية والتقدير. شكرا، ألف شكر.
لقاء تاني مع الفنان أيمن إسماعيل. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك النهارده معانا في حفلة قناة نهر العاصمة وتم تكريمك، ممكن تعرفنا أكتر على أيمن إسماعيل؟ ايمن اسماعيل ممثل، كاتب سيناريو، ليا العديد الحمد لله من الافلام، المسلسلات، المسرحيات. اتشرفت ان انا اشتغلت مع كبار المخرجين الحمد لله، وتعاونت مع كبار الكتاب. ده باختصار. طيب بالنسبة لحضرتك الأدوار اللي أنت عملتها سواء كانت كان في المسلسلات مش كده؟ كنت بتنتقي الأدوار دي إزاي؟ لا، هم المخرجين اللي بينتقونا. لا بس هو ممكن في حد بيحط نفسه في شكل كاركتر معين وما بيخرجش عنه، هل كان في تنوع في الأدوار عندك؟ كان في تنوع الحقيقه. انا قعدت فتره طويله قوي العب كوميدي، لغايه ما الاستاذه كامله ابو ذكري رشحتني في دور ليس له علاقه بالكوميديا في فيلم 1-0. المفروض ان هو امين شرطه ومعقد نفسيا وبيتحمى بالبدله بتاعته فالحقيقه كنت خايف في الاول، لكن هي شجعتني، عملت الدور والحمد لله. بعديها عملت عزازيل ابن الشيطان، مش سكه كوميدي. انا حسب القالب المطلوب في الدور انا بحط نفسي فيه. يعني بتقدر تتكيف مع اي دور بتحط نفسك فيه، يعني مش مثلا في ناس بتحصر نفسها في الشر، في ناس بتحصر نفسها في الكوميدي، لا بتحب تتنوع. بالظبط. هو الممثل يعمل كل الادوار، اللي بيتقولب ده بيفضل طول عمره في قالب واحد، حتى لو حب يخرج عنه الجمهور بيرفضه والمخرجين بيرفضوه ايضا، لان خلاص بيكون حاط نفسه في القالب ده، فالجمهور ما بيتعودش عليه. وتعودوا عليه. والمخرجين نفسهم حتى يعني مين يعمل دور رئيس العصابه، هاتوا فلان، هاتوا ده مش حلو يعني. انا احب انوع. طيب بالنسبه للسيناريست، هنتكلم عن السيناريست ايمن اسماعيل. بتجد طبعا حضرتك عارف ان الاوضاع اللي ماشيه فيها مصر الايام ديت محتاجه ايه المواضيع اللي عايزين نقولها عشان نطلعها للجمهور ونقول لهم مصر اهي المستقبل الجميل بقى. يعني احنا مش عايزين بقى افلام كتير وحاجات كتير اتعرضت للسلبيات الكتيره اللي موجوده في مصر، احنا عايزين نظهر الايجابيات. ايه رايك؟ والله بصي، انا شايف ان الفن عامه سواء كان كتابه او تمثيل او اخراج هو رساله موجهه للمجتمع بلغه المجتمع. بدل ما نقعد ننبش عن السلبيات اللي عندنا في المجتمع ونظهر مجتمعنا بشكل سيء قدام العالم، لا، في حاجات عندنا، حاجات كويسه جدا، عندنا ناس متفوقه جدا، عندنا ايدي عامله كتيره جدا، عندنا عبقريات. يا جماعه تعالوا نخش على المسائل دي ونناقش حتى كيفيه تاقلمهم مع المجتمع، او حتى لو كانوا بره المجتمع اجيبهم ازاي جوه المجتمع. ما يبقاش كل المسائل على المخدرات والعلاقات الحاجات السلبيه. الحاجات السلبيه هي هم بيحبوا ان هم يعملوا انها تبقى معالجه، يعني اهم حاجه ان احنا بنظهر الحاجه السلبيه بنجيب العلاج بتاعها، بس احنا برضو عايزين نظهر الحاجات الايجابيه والحاجات الجميله، لان اكيد في حاجات جميله كتيره موجوده جدا جدا، يمكن اكتر من السلبيه، بس طالما الضوء بيبقى على حاجه واحده بتحس انها منتشره جدا، بننسى بقى الحاجات الحلوه والايجابيات اللي موجوده في البلد. يعني لو رجعنا مثلا وبصينا للافلام الابيض الاسود، كانت بتجيب العلاقات ما بين الجيران وبعضها، العلاقه ما بين الاحترام الابن للاب، علاقه احترام الزوجه لزوجها، التعليم كان، الطموح، كان في انتماء، كان في انتماء لكل حاجه يعني، لكن كان في عاطفه، يعني كان في ترابط. للاسف احنا دلوقتي مفتقدين الانتماء، مفتقدين العاطفه، مفتقدين الترابط. صح، حقيقه. احنا من يوم ما ظهر الكيس الاسود واحنا ضعنا. عارفه الكيس الاسود؟ لا، ايه الكيس الاسود؟ زمان ما كان الواحد يجيب اكل مثلا في البيت وبتاع، يخش شايله عادي في كيس ابيض وبتاع، فالجيران يشوفوه بتاع، لان في النهايه هيبادلوا بعض، يعني ده هيطبخ ده هيدي وده بتاع، فالكل هياكل من ده. لا، دلوقتي بقى المسائل في كيس اسود عشان ما يعرفش مين داخل بايه وبيعمل ايه. قصدك تقولي ان الناس بدات تخبي عن بعضها وبدات تخاف من بعضها، بقى ما فيش الحب بقى والانتماء اكتر للجيران، للاهل، للاصدقاء، لكل حاجه. حضرتك اسالي والدك والدتك، ماشي، كانوا يعرفوا اللي ساكن في اخر الشارع، يعرفوا اصله وفصله بتاع. حضرتك دلوقتي لو تعرفي جارك اللي فوقك او اللي تحتك، اللي في وشك، واللي في وشك، والله اللي في وشك، يعني الناس ممكن بتتقابل مع بعض في الاسانسيرات ما بيعرفوش ده مين ولا ده في الدور الكام ولا ايه. بالظبط. ما يعني بيجتمعوا لو حصلت حاجه كبيره مثلا في المسكن او كده وبتاع.
طب العلاقات دي انتهت، وفين الابن وابوه والبنت وامها، وفين علاقه الاحترام، وفين كل ده يرجع لايه تفتكر؟ هل مثلا تعقيد الحياه والازمات اللي الانسان بيمر فيها في حياته هو ده هو ده يكون السبب ان احنا ضاعت مننا الحاجه الحلوه دي، اللي هو الانتماء والحب والدفى بتاع الاسره، الدفى بتاع الجيران. احنا كان زمان الجيران اقرب ليك من اهلك، لان هم متواجدين معاك على طول. لو حصل حاجه هتقول يا جاري، مش هتقول لاهلك، لان على ما يجي لك اهلك ممكن تكون خلاص اتكلت على الله. فالدفى ده خلاص ما بقاش موجود. ايه السبب؟ يعني ايه السبب؟ هل التكنولوجيا اللي دخلت؟ ما هو في اسباب. التكنولوجيا خلت ان في فتور في البيت حتى مع الاسره مش مع الجيران. انت بتبقى قاعد في البيت لكن كل واحد قاعد على لابتوب، قاعد على موبايل، قاعد على بتاع، محدش قاعد مع بعضه. مفيش الدفى بتاع زمان كده، الاسره واللمه حوالين التلفزيون والفشار والحاجات الجميله. لو هنقول مثلا ان الحاله الاقتصاديه، لا زمان برضو كانت المسائل فيها غلو اسعار، وكان يعني كانت المسائل بتتقاس بحجم المنتج نفسه. يعني المنتج اللي كنت اجيبه بجنيه زمان كان الجنيه له قيمه. ما تجيش دلوقتي تقول لا هو كان بجنيه زمان، لا هو كان زمان الجنيه له قيمته مقابل هذا المنتج. هنقول تعداد سكان، الحمد لله رب العالمين، يعني احنا مصر طول عمرها تعداد سكان. اللي ضيع المسائل كلها هو اختلاط الطبقات. اختلاط الطبقات ببعضيها، فبقت نتاج عنها ان بقى عندك طبقه مهمشه، طبقه كل همها انها تاكل وتشرب وخلاص وتتفسح وتقلد الغرب، وفاكره ان ده هو. انا كنت لسه يعني حتى وانا جاي بتكلم مع واحد صاحبي في ان ليه الطفل في اليابان لما بيلاقوا عنده موهبه بينموها قوي من وهو صغير، ويبتدوا يكبروه ويبتدوا يدوا له كل الامكانيات. ليه عندنا هنا لما نلاقي الطفل عنده موهبه نقول له لا 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 سيب دي خلاص، نذاكر الاول وننجح ونجيب درجات كويسه. طب ما تبص لموهبته، انت بتقتل ليه الموهبه جواه؟ فاهماني حضرتك؟ احنا الطفل في اليابان بيخترع موبايل اللي احنا بنستعمله هنا، ده طفل بيخترعه. لما يبقى قانونهم هناك، انا بدي اليابان كمثال. مع ان الطفل المصري، هقول لحضرتك الطفل المصري ذكي جدا جدا، يعني ما نستخفش بعقليه الطفل المصري لانه ذكي جدا، بس مش بيعرف يعني يقدر الذكاء ده يحطه في حاجه مفيده. ليه بقى؟ هنا بيرجع للاهل، للاب وللام. زي ما حضرتك بتقول لو في موهبه بيكتموا جواه الموهبه، بالرغم ان ممكن مع موهبته لو هم اهتموا بالموهبه هو هيبقى كويس دراسيا، لان هيتفوق ده مع ده. لكن للاسف هو سوء، يعني اختلاف في التربيه مثلا زمان، سوء تخطيط من البيت، سوء تخطيط من اللي وضع حتى السياسه التعليميه من زمان. في حاجه مضيعانا في مصر اسمها مكتب التنسيق. هو انا مش هرهن حياتي كلها على سنه انا نجحت فيها او فشلت فيها عشان حضرتك توجهني توجيه تاني خالص. ابقى انا ميولي ان انا عايز ابقى دكتور وشاطر جدا في الاحياء والمسائل العلميه بتاع، وبعدين فجاه يجي لا اطلع على كليه التجاره، فانت قتلت الحلم. يعني لو ما كانش اتقتل من هو صغير اتقتل وهو كبير. ما فيش الكلام ده. في حاجه اسمها رغبتك ايه، عايز ايه، امتحني القدرات في اللي انا عايزه. لما يبقاش مكتب التنسيق اللي موجهنا ومكتب القوى العامله اللي بيشغلنا حاجه تانية خالص. بذلك بيخش الطالب هو مش حابب، بياخد الدراسه غصب، فبالتالي لما بيطلع ما بينتجش، يعني في عمله التخصص بتاعي ما بيديش فيه. ودي المشكله اللي احنا بنقابلها حتى في العمل. بالظبط. احنا عندنا مشكله، عدم انتقاء التربيه، عدم انتقاء التعليم، حتى عدم انتقاء الزوجه. يعني عندنا المسائل كلها مختلطه ببعض. ليه؟ انتوا مختلطين ببعض ليه؟ ليه البنت لما يبقى عندها 17 سنه لازم تتجوز؟ خليها تختار شريك حياتها، خليها تبقى مقتنعه بيه. المساله مش مساله جواز وخلاص، المساله مش قوالب. ماشي؟ ليه ابني لازم يخش ويبقى شاطر في المدرسه، ملوش علاقه بقى بيرسم بقى بيغني بتاع، انا ماليش دعوه بده. لا يا سيدي الفاضل، لا يا سيدي الفاضل. فاهماني؟ طب نقدر نقول كمان في حاجه كمان ممكن عايزين نتكلم عنها، هو سوء التوجيه الاعلامي. ايه رايك في التوجيه الاعلامي؟ لان هو بيأثر بشكل مباشر على الطفل، على الشاب. حاسه ان برضو يعني احنا التوجيه الاعلامي بيخش في زوايا ممكن تكون مضره اكتر للشاب او للمراهق او للطفل.
هو انا اعلام دي سمعتها قبل كده حقيقه، الكلمه دي سمعتها قبل كده بس مش عارف فين، يعني الكلمه دي بتتردد كتير. فين الاعلام؟ فين الاعلام بجد؟ فين الاعلام اللي هو برامج التوك شو ماليه الفضائيات؟ الاعلام الهادف. ما هو ما فيش برامج التوك شو مسيطره على الفضائيات وبتتكلم في مواضيع بعيده عننا تماما. انا اروح اتكلم يعني فجاه يعني اسخر مثلا 5 6 ايام عشان الانتخابات الامريكيه، تمام؟ وارهن مستقبلي انا على اللي هيفوز هناك، وبعدين اروح واخده من زاويه علاقاته بقى النسائيه ومراته عامله ايه وبنته. انا مالي ومال الحاجات دي، انا مالي ومال الحاجات دي، ماشي؟ ما حضرتك وجهني هنا في مصر ان اروح اعمل ايه؟ استصلح ارض فين؟ اقدم مشروعي فين؟ نميني انا كبشر. هي الصين ما كانش عندها مورد الا الطاقه البشريه، فاستغلت الطاقه البشريه فاصبحت الصين. ما انا عندي طاقه بشريه، ما تستغلها حضرتك. يعني ايه المشكله ان انت تستغل الطاقه دي؟ تفهماني حضرتك؟ لا احنا عندنا هنا الاعلام حقيقه، حتى في الافلام زمان لما كانوا يجيبوا مشهد مثلا علاقه رجل بمراه فكانوا يرمزوا عنه برعد في السماء، كنكه قهوه بتفور خلاص انا وصلني المعنى مش محتاج. ليه بقى اقعد اصوره من كل الزوايا هنا؟ يعني ليه الجديد اقعد اصوره من كل الزوايا؟ ده على اساس ان انا كمشاهد غبي يعني، ولا انت على اساس ان انت بتقدم منتجك ايه بالظبط؟ فاهماني؟ فلا مفيش اعلام هادف. انا في رايي مفيش اعلام هادف، وقليل قوي لما تلاقي حد بيتكلم في حاجه فعلا كويسه. يعني من رايك ان احنا عايزين نعمل فلتره، نعمل فلتره للاعلام، لان في حاجات كتيره قوي سيئه، يعني لو شلناها وحطينا فعلا بدالها اعلام هادف اكيد هيغير كتير. يا ريت لان الاعلام حتى الاعلام او التمثيل او الفن عامه يصل الى المتلقي اسرع حتى من خطبه الامام. يعني استغفر الله العظيم، انا مش مقصودش يعني شاب بتاع اللي هو قاعد قدام جهاز 24 ساعه فلازم هيتاثر بيه. الطفل اكتر، يمكن الطفل بيدخل الاعلام قدامه يعني بياخد منه اكتر ما بياخد من ابوه، اكتر ما بياخد من امه، اكتر ما بياخد من معلمته. بيقول الالفاظ اللي بتتقال في الاعلام، يعني بيعاكس بطريقه الاعلام. واحنا عندنا ما شاء الله كم افلام يعني تعلم كل حاجه يعني انا اقسم بالله انا يعني الكلام ده من سنين كان لسه فيلم كركر بيتذاع وانا لقيت طفل في عربيه مامته حطاه في عربيه الاطفال والله العظيم قاعد يقول طيب حاضر. ده عنده حضرتك 1.5 سنة ولا داخل يعني ده هتطلعه يعمل ايه في الاخر؟ فاهماني؟ غلط. وفين المسلسلات فين الاعمال اللي بتقول للناس الاداب العامه، اداب الاسلام، السلوك، الابتسامه في وجه اخيك صدقه. عايز تقول ان احنا برضو بالنسبه للمسلسلات الدينيه والحاجات الدينيه اللي كانت زمان بتيجي زي عمر بن عبد العزيز ومحمد رسول الله وكل الحاجات القديمه دي اللي كانت فعلا بنقعد لها وبنقعد نسمع لها، كل الحاجات دي مختفيه دلوقتي. يمكن دي اللي محتاجينها الاطفال يعرفوا دينهم مظبوط، لانهم هيقبلوها من التلفزيون والمسلسلات، هيفهموها اكتر لو خدوها في الكتب. ايوه بالظبط، انتهت كل الحاجات دي خلاص. يعني اصبح حتى شهر رمضان الكريم ما بقاش مسلسلات تناسب شهر رمضان. انتوا بقيتوا تنقوا مشاهد بعينها عشان تذوعوها في الشهر الكريم. زمان كان محمد رسول الله، قضاء في الاسلام، عادات وتقاليد، الشيخ الشعراوي، كان يبقى فيه بهجه. حتى زمان كنا نستنى الفيلم اللي بيجي على القناه الاولى اللي هو بيجي قبل الفطار بشويه ده وبتاع ده، وكانوا بينتقوا الافلام برضه. كان في واسلاميه وكان في افلام برضه حلوه كتير جدا جدا. دلوقتي المسائل كلها لا. هو ده يرجع للكتاب. هل الكتاب افتقدت انها تكتب في القصص الدينيه بما انك سيناريست؟ بصي، هو في سوق بيحكم وفي جمله بتتقال يمكن دي اللي مضيعه كل الدنيا، ان الجمهور عايز كده. يعني لا انت كاتبه ده جميل وبتاع بس الجمهور مش عايز كده. لا يا سيدي الفاضل، الجمهور عايز كده، الجمهور عايز الحاجه المحترمه. انا لما قدمت فيلم عزازيل ماشي وانا بطله وانا مش لا نجم ولا يتسوق بيا خلاص، لكن كان في رساله حلوه في الفيلم، ان عايز اقول يا جماعه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اي قوه، شياطين، انس، جن، مش هتضرك الا باذن الله. ماشي، ووصلتها عن طريق ده. تمام، الناس تقبلته جدا وحبته جدا. خلاص، يبقى انت ما فيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده.
انت اللي بتقدم الطعام للناس، فلو قدمت لهم حلو هيبقى حلو، وحش هيبقى وحش. فاهماني؟ صحيح. زي ما قال مولانا الشيخ الشعراوي، الفن عامل زي السكينه، تقدر تذبح بيها وتقتل بيها، وتقدر تطبخ بيها وتاكل الناس بيها. صحيح. احنا عايزين ندور على ايجابيات الفن مش على السلبيات بتاعته. بالظبط. الايجابيات الهادفه اللي هي تنفعنا وتنفع اسرتنا وتنفع اطفالنا وتنفع شبابنا، يعني نبعد بقى عن المخدرات وعن الارهاب وعن الحاجات اللي اوكي، انا اناقش المخدرات تمام، واناقشها من وجهه النظر السلبيه بتاعت المخدرات وبتادي لايه للمخدرات، بس ما يبقاش كل العمل مش كل حاجه مخدرات. بالظبط. وفي الاخر يطلع يعمل عمره فربنا تاب عليه. انا مش فاهم ايه يعني، ازاي يعني مش فاهم. لا، ما يبقاش كده يا جماعه. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. القول مش بالفم بس، بالكتابه، بالفكر، بكل حاجه. انا بوصل رساله للناس. الناس اللي في البيت دول امانه، خليك امين عليهم. طيب نرجع للسيناريست ايمن اسماعيل ونعرف اعمالك ايه في السيناريو. والله انا حاليا ان شاء الله على صدد تنفيذ سيت كوم كتابتي ان شاء الله، اسمه اما بعد. ده يعتبر سيت كوم كوميدي ان شاء الله لرمضان باذن الله تعالى. وفي مشروع كده بعمل برنامج سكتشات كوميدي برضو، ربنا ييسر فيه باذن الله. ده بالنسبه للكتابه يعني. طب يا جميل، احنا عايزين الكوميدي، عايزين نضحك شويه وننبسط وننسى تضحكي ضحكه هادفه. نضحك ضحكه هادفه. ما يبقاش ضحك لمجرد الضحك. لا 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 لا. انا حتى في شغلي على المسرح في السينما انا برفض ضحك معين. انا ارفض ان انا اضحك بالدين، اضحك بالجنس، اضحك بالسب والتريقه على الكاركتر اللي قدامي. لا لا لا، ضحك من الموضوع. احنا عندنا في مصر مواضيع، حتى المواضيع التراجيدي ممكن تضحكي منها. صحيح. ما الجاش انا لحاجه زي كده، فاهماني؟ بس. طيب ختاما بقى في حفلتنا في قناه نهر العاصمه، تحب تقول لنا ايه؟ اولا انا بشكر قناه نهر العاصمه جدا جدا، وعلى راسها المخرج سامي النجار. بشكر كل العاملين فيها. لفته جميله قوي منكم انكم تكرموا فنانين ومثقفين ورياضيين ومطربين. حاجه جميله قوي. قناه انا شايف ان هي بتجتهد ان هي تقدم حاجه جديده، حاجه هادفه. ربنا يوفقكم، وسعيد اني اتعرفت عليكم، وسعيد اتعرفت على حضرتك، ومبروك التكريم بتاع حضرتك. نشكرك الف شكر. في نهايه اللقاء نشكر الفنان ايمن اسماعيل. شكرا يا فندم. ربنا يخليك.